السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بإخواتي الجداد اللي دخلوا معايا في القناة، أهلا وسهلا بكم، نورتوني وشرفتوني. ربنا يديم يا رب التواصل ما بيننا بكل خير. بيتنا يضرب يقلب، هو يوم السوق بيبقى يوم مدعكة، والحمد لله يعني يوم من أوله لآخره. هقول لكم إيه، مدعك، هو مدعكة اليوم ده أصلا، هو مدعكة تمام، لأن بتبقى في حاجات عايزة تتلم للأسبوع كلها وتغسل حاجة السوق، وكمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني بتخزني حاجات، بتشوي سمك، بتطبخي، بتعملي. هو يوم السوق ده معروف عند جميع الستات كلهم، سواء بقى في الريف، في البندر، في اي حته. هو اليوم ده بيبقى عامه، يعني بالنسبه لي هو يوم المدعكه. بصوا انا هكتب في العنوان يوم المدعكه واسعار السوق، تمام؟ انا هكتب العنوان كده ان شاء الله، وقولوا لي رايكم ايه في العنوان بتاع الفيديو اللي انا هعمله ده. تعالوا معايا تعالوا معايا نروح نشوف التسويقه بتاعتي. فيها اسعار حلوه، وفيها اسعار لسه رافعه، وفيها اسعار يعني هي مهما كان الاسعار الحمد لله كويسه تمام. بس بالنسبه لحاجه البقاله كلها يا حبايبي، سمعنا ان هي هتنزل، او السلع اللي حاجات منها كتير هتنزل، وما فيش حاجه نزلت. بالنسبه ان انا جايبه حاجات النهارده، ما فيش حاجه نزلت خالص 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 خالص. يعني كلمة الحاجة نزلت أو السلع نزلت ده كله حاجات يعني كلام في الهوي، وما سمعناهوش وما شفناهوش، لأن أنا جايبة حاجات النهاردة، النهاردة يوم التلات. وتعالوا شوفوا الأسعار معايا. واصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. ما مش عارفة بقى كلكم هتأيدوني بقى في الكلمة دي أو هتبقوا ضدي، مش عارفة. قولوا لي برضو رأيكم في التعليقات، وكلنا يعني إيه بناخد آراء بعضنا. خليكم معايا خطوة بخطوة كده، وتعالوا شوفوا معايا الأسعار. تعالوا بقى اتعرفوا معايا على الاسعار. الكيلو في المكرونه ب 20 جنيه يا حبايبي. قولوا لي برده الاسعار عندكم عامله ايه. الكيلو في اي نوع من المكرونه، سواء السباكيتي او من اللي هي خواتم ديت، او من الكيس ده كيلو. يعني الكيس ده بسم الله ما شاء الله بيجي كيلو تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي رويال من فيرن، من مكرونه فيرن تمام. بسم الله ما شاء الله، عجينتها فاتحه وزي الفل. النور قطع عندنا، ابني عمال بنور لي بالكشاف. الكيلو عامل 20 جنيه في اي نوع مكرونه من دول تمام. يعني قلنا السلعه هتنزل والمكرونه هتبقى ب 10 جنيه او حتى ب 15. احنا سمعنا الكلام ده وما شفناش الكلام ده خالص. الكيلو من ده عامل 20 جنيه تمام. لقيت الزيت برضو اسعاره عاليه، فما جبت الزيت. يعني هما ده اللي انا جبتهم من حاجه البقاله، هو والدقيق. الدقيق الكيلو فيه عامل 18 جنيه تمام. انا جبت 2 كيلو، الكيلو فيهم عامل 18 جنيه، لان عايزه اعمل شويه نواشف كده للعيال للفطار. وتعالوا بقى اما نتعرف على الاسعار. البلح الاسمر الرطب ده، فبسم الله ما شاء الله اهو، الكيلو فيه عامل 15 جنيه تمام اهو. ما تجيبيش البلح اللي لونها احمر يا حبيبتي، بيبقى محطوط عليها خير. ربطه الجرجير ديت عامله 5 جنيه. الشبت برضو عامله 5 جنيه. الطماطم ديت في اخر السوق جايباها، يعني في اول السوق انا جايبه الكيلو فيها ب 10 جنيه. ال 2 كيلو دلوقتي عاملين 15 جنيه. طماطم احسن من اللي انا جايباها كمان، اللي هي ام 10 جنيه تمام اهي. دي ال 2 كيلو فيها ب 15 جنيه تمام. الشكل ده كده. الكوسه الكيلو فيها ب 10. مش عارفه الاسعار عندكم عامله ايه، قولوا لي برده في التعليقات نتعرف على الاسعار. الكيلو في الكوسه ديت ب 10 جنيه. اسعار بصدق وامانه والله يا حبايبي، لان في ناس قالت لي في التعليقات فين السوق ده يا ام فرح، وكمان الاسعار حلوه عندك. اتمنى والله يكون السوق عندنا جميعا حلو، لان الواحد بيسمع اسعار غاليه قوي. الموز ده عامل الكيلو وربع ب 20 تمام. الجوافه ديت عامله كيلو، الكيلو فيها ب 10 اهي. دي جوافه لاكلنا احنا اهي، كيلو فيها ب 10 جنيه. تعالوا بقى على حاجه البقاله ديت. حاجه البقاله ديت حلوه ومرتاحه، وناس كتير قالت لي في التعليقات ان الاسعار عندك في حاجه البقاله او في حاجه السندوتشات يعني اسعارها حلوه تمام. طبق الجبنه دي جبنه صفرا قديمه، الطبق ده عامل 20 جنيه يا حبايبي. المربى دي عامله 15 جنيه. ده مربى التين برضو. طبق في الحلاوه ده عامل 20 جنيه. الوزن ايه معرفش صراحه بجد والله، زي ما بقول لكم كده انا معرفش، بس هو عاملها اطباق كده واحنا بنجيب. الكيلو في التفاح عامل 40 جنيه. بجيب نص كيلو
في مقدار علشان برضو اقدر انني اجيب حاجات تانية. تمام. الجوافه اهو مكتره من الجوافه اهي. الجوافه ديت بسم الله ما شاء الله جايباها للخزين اهي. الكيلو فيها ب5 جنيه. ده عرق من الكيس يا حبايبي، مش بايظه ولا حاجه، جايباها الكيلو ب5 جنيه. تمام. ده موسمها دلوقتي. الطماطم بقى اللي انا قلت لكم ده، انا جايبه طماطم ب10، هي اللي في ايدي ديت الكيلو فيها ب10 جنيه اهي. ده الكيلو فيها ب10 جنيه اهي. دي الكيلو فيها عامل 10 جنيه. تمام. التانية عامله ال2 كيلو ب15. ودي جوافه كمان الكيلو فيها ب5 جنيه. ايه موضوع الجوافه يا ام فرح؟ الجوافه دي احنا من عشاق الجوافه وبنموت في الجوافه موت، بنحبها. الكيلو في البطاطا دي جايباها للعيال، بغسلها وبحطها في التلاجة بيقرقشوا فيها كده يا حبايبي. يعني انا ما بشويهاش، لان لو شويتها قليل لو كلوها. سلقتها برضو نفس النظام وحطيت عليها عسل ابيض او سكر برضو قليل لو كلوها. انا بغسلها وبسيبها في التلاجة، اولادي بيحبوها ياكلوها طريه كده. الكيلو فيها عامل 5 جنيه. ما رضيتش اجيب اللي هي بتبقى مليانه قوي، جبت الرفيع. تمام. معايا البتنجان ده مكبب واسمر وللمحشي او للقلي، احنا بنجيبه للقلي يا حبايبي. البتنجان ده عامل ال3 ب10. تمام. هو من ده على ده كان ال3 ب10، منه اسمر ومنه ابيض ومنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني من مكبب كمان عامل ال3 كيلو ب10. الاسعار ديت صدق وامانه والله يا حبايبي، مش بفتكس لكم في الاسعار ولا حاجه. تمام. معايا هنا ايه اللهم صل على النبي، ما نشوف الشنطه ديت فيها ايه. طيب ده عنب عامل ال2 كيلو 25، بس ده العنب اللي هو تقريبا فيه بذره. انا جبت كيلو وربع ب10. جبت الكيلو وربع ب10 علشان يمكن العيال ما ترضاش تاكله، يقعد في قرابيه زنب، فقلت يبقى ايه الموضوع قريب ليا كده. تمام. معايا هنا الفلفل عامل 10 جنيه، جايبه نص كيلو ب5 جنيه. ده فلفل بلدي اهو عامل 10 جنيه الكيلو اهو. ناس جايباه من بدري وناس جايباه امبارح بالليل، قالوا ده عامل 15 جنيه. معرفش بقى الاسعار دي كانت هي عامه يعني بتبقى الاسعار عاليه. دي شرابات بقى، واقول لكم الشرابات ديت عامله ايه. الشراب من ده عامل 5 جنيه يا حبايبي، من اللي هو النص ده بعد الكعب بشويه الشراب عامل 5 جنيه. معايا هنا ايه تاني؟ ده ايه؟ ده برتقال الكيلو فيه ب10 جنيه اهو. ده الكيلو فيه ب10 جنيه. ده كان سوق النهارده. معايا ايه تاني هنا لسه؟ معايا هنا السردين. السردين ده الكيلو فيه عامل 60 جنيه، بس ده سردين مش مجمد يا حبايبي، ده سردين طازه جاي في الصناديق الخشب النهارده. تمام. مش عايزه اظفر ايدي، بس هو شكله هظفر ايدي لان الكاميرا مش مبيناه. ده طازه مش مجمد اهو. كيلو في ده عامل 60 جنيه. تمام. ده طازه يا حبايبي. هخزن الجوافه واعمل معاكم البلح بطريقه خزينه، ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منها لو من غير ما تحطيه في الفريزر ويهدر منك. تمام. خليكم معايا خطوه بخطوه وان شاء الله تستفيدوا. تعالوا بقى هنعمل بقى البلح ده مع بعضنا. مهما تحطيه في الفريزر او يقعد معاكي هتيجي تطلعيه هتلاقيه بخيره وزي الفل. تمام. اهم حاجه زي ما قلت لكم، هاتوا البلح يا حبايبي اللي لونها اسمر رايق، ما تجيبيش البلح اللي هي لونها سمر بحمار كده، دي بيبقى عليها خال. تمام. سمناه كده وهتدي شطه حلوه اهي. معايا بقى هنا ايه؟ معايا هنا الاطباق الفل اللي بيجي فيها الجبنه، اللي بيجي فيها اللانشون، اللي بيجي فيها البيتزا. اوقات يعني اوقات العيال بيطلعوا يجيبوا حاجات كده، بنلاقي الاطباق دي نضيفه، بشطفها بميه سخنه وبسيبها تتصفق وبعينها كده لان انا بحتاجها. تمام. يعني مش مكلفه يعني الموضوع قوي ان انا طالعه شاريه اطباق او حاجه. تمام. بالشكل ده كده اهو اهي. هتمسكي البلحه بالشكل ده اهو اهي اهي بكل سهوله في الميه اهي، واهي هتشتغلي النوى بتاعها اهي. اصبحت معاكي البلحه نظيفه وزي الفل، وهخزنها بالشكل ده كده. لما هملى الاطباق بتاعتي دي طريقه. انا ما بعينش البلح بحاله كده يا حبايبي، حبه عينيه بحاله، ما تغسلهوش عينيه بقى بحاله. بس احسن طريقه للبلح الاسمر الرطب، يعني عايزه تعينيه في الفريزر معاكي بقى للسندوتشات، للمعجنات، للفطار، لاي حاجه. عينيه بالشكل ده كده وهتيجي تطلعيه هتتعبي شويه وترتاحي بعد كده. تمام اهو. تعرفي البلحه اللي على ابوها طيبه على ابوها ازاي؟
بتلاقي لونها سمرها حلو كده، مش سمرها تحس ان عليها ميه كده او بيبقى ريحتها خل يا حبايبي. تمام. هكمل بقى البلح اللي معايا ده، وهقول لكم برده انا بغطيه او بقفله ازاي. خلصت كده خزين البلح اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله ما شاء الله. اشتلت النوى منه ويتخزن كده بنظافه. اتعبي شويه هتاخديه بطريقه ممتازه، وكمان هتوفري وقت فيما بعد. لكن اما تحطيه في الفريزر بالقشر بتاعه هتيجي تطلعيه هيكون التلج هرى معاكي البلحه، وتفصصي هيطلع بقى نص البلحه معاكي في القشر. تمام كده. هنعمل ايه زي ما قلت لكم ان ديت اطباق بيجي لي فيها لانشون جبنه حاجات من دي. الطبق اللي ما بيبقاش متعوص قوي او ما بتعلمش فيه حاجه وبيبقى قلبه نضيف زي ما انتم شايفينه كده، بغسله بشويه ميه سخنين بصابون وخلاص، وبسيبه يصفى وبعينه لوقت زنقه او لوقت عوزه زي ما انتم شايفينه كده. التغطيه بالشكل ده كده اهو اهو. مش هقول لك بقى استرتش برده وكلفي نفسك، لا الموضوع ما فيهوش اي تكلفه خالص اهو يا حبايبي بالشكل ده كده. طيب هتعينيه ازاي بقى يا ام فرح؟ كل اتنين على بعض في شنطه بيضه من ده اهي برده، وبطريقه سهله ومن غير ما تعوصي ايدك. وكمان هتيجي تطلعيه من الفريزر هتطلعي الطبق بطبقه زي ما انت شايفه معايا كده بالشكل ده كده اهو اهو. وهنربط الشنطه بتاعتنا اهي. تمام كده اهي اهي. طريقته سهله خالص وكمان مش مكلفه اهي. تمام. الشكل ده كده اهو. الطبق هيتشال من فوق التاني عادي بكل سهوله. وكمان طريقه الخزين يرحمكم الله، وكمان طريقه الخزين بتاعته سهله ونظيفه. تمام. الجوافه زي ما انتم شايفينها معايا مره قبل كده اشتلت القمع من البوز من الجنبين، وكمان بعينها الواحده بوحدتها. عايزه تفضي قلبها براحتك، مش عايزه زي ما انت شايفه كده بالطريقه دي الحبايه بحبايتها. حتى لو بعمل عصر ومحتاجه حبايه او اتنين بفتح الشنطه باخد اللي انا عاوزاه وبربط تاني عادي مفيش مشكله، ما بتهدرش معايا اي حاجه، وكمان بتبقى معايا زي الفل. طريقه خزين سهله وبسيطه. مش شرط ان انت تجيبي خزينك مره واحده يا حبيبتي، هتيجي من جنب سوقك مره في مره مره في مره، هتيجي تبصي هتلاقي الموضوع سهل معاكي. لان كل حاجه بتصرف وكل حاجه بتكلف، واللي معاه عيال بقى في دراسه ومدارس ودروس والكلام ده البيت بيصرف، وربنا يعين رب الاسره. اللهم امين يا رب العالمين. اهو يا حبيبتي. تمام كده. طريقه سهله وبسيطه، ويا رب تقدروا تستفيدوا من الفيديو. واللي عجب الفيديو يا ريت ما ينساش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك ويدوس على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.